فرق كبير بين انك تسمع شرح وانك تتعلم بجد. وفي الحلقة دي احنا مش هنتكلم عن مين احسن، احنا هنتكلم عن اللي فعلا يوصلك للنتيجة. اغلب التعليقات على الحلقة اللي فاتت بتدور حوالين سؤال واحد: اختار الكتاب الخارجي ولا تابع المنصة؟ ناس قالت الكتب لسه الاساس، وناس قالت المنصات خلاص غلبت، بس محدش سأل السؤال الاهم: هو الهدف من كل ده ايه؟ طبعا النتيجة. انت بتتعلم علشان توصل لهدفك، مش عشان تقول انا بذاكر منين. بعد فترة الكورونا شكل التعليم اتغير تماما. المنصات بقت عالم كامل فيها خطط ومناهج وتمارين وكروت شحن ودروس بتتذاع كل يوم. وطبعا التجربة دي بدأت من ظرف صعب، لكنها علمتنا ان التعليم الرقمي مش رفاهية، ده بقى اختيار حقيقي ومجال كبير جدا بيتعلم منه آلاف الطلاب يوميا. بحسب تقارير دولية التعليم الإلكتروني في مصر زاد بشكل رهيب بعد الكورونا، وبقى جزء أساسي من حياة الطالب مش مجرد بديل مؤقت. بس وسط الزحمة دي ظهرت مشكلة تانية: بعض المعلمين بقوا يحسسوا الطالب ان الثانوية العامة دي نهاية العالم. واحد يقول لك لو ما خلصتش النهاردة راحت منك السنة، والتاني يقول لو ما جبتش الدرجة دي مستقبلك انتهى. الكلام ده بيخلي الطالب يعيش في قلق وضغط نفسي مش طبيعي، وينسى ان التعليم رحلة مش حكم مؤبد. الحقيقة ان الثانوية العامة مش سهلة، لكنها برضو مش مفزعة زي ما بيصورها البعض. هي سنة محتاجة جدية، تركيز وتنظيم مش رعب. وهنا بيجي الفرق بين معلم بيحفزك ومعلم بيحملك فوق طاقتك. الاول يخليك تتقدم خطوة بخطوة وبثقة، والتاني يخليك تسهر وتتعب من غير ما تحس انك بتتقدم فعلا. وده الفرق الحقيقي بين التحفيز والتشتيت. الطالب الشاطر هو اللي بيمشي بعقله، يسمع كل الناس بس يختار اللي فعلا يقربه من هدفه. مفيش حاجة اسمها اتابع مع مين، في حاجة اسمها اتابع اللي بيخلينا نتطور. قولوا لي بصراحة، بتحسوا ان الضغط بيحفزكم ولا بيخليكم تبعدوا اكتر عن المذاكرة؟ عايز اعرف رأيكم في الحتة دي، لان كل طالب بيشوفها بطريقة مختلفة. وخليني اقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها: المنصة مش مجرد فيديوهات، هي حضور المعلم نفسه، صوته وطريقته وطريقة شرحه. دي كلها بتكسر عزلة المذاكرة وبتخليك تحس انك مش لوحدك، وده شيء ممتاز طبعا. بس لازم تفتكر ان المعلم مجرد وسيلة توصلك، مش غاية في حد ذاته. المعلم يشعل الشرارة لكن النار انت اللي لازم تولعها. وفي المقابل الكتاب الخارجي له دوره الكبير، هو المرجع اللي ترجع له لما تحب تثبت المعلومة وتقيس نفسك بعيد عن تأثير الاشخاص. الكتاب بيديك مساحة تراجع بهدوء وتتدرب على نماذج واسئلة متنوعة، وده مهم جدا قبل الامتحانات خصوصا في المراجعة النهائية. لكن السؤال الحقيقي: ازاي توازن بين الاتنين؟ ازاي تستخدم المنصة والكتاب في يوم واحد من غير تشتيت؟ الطريقة البسيطة انك تبني يومك حوالين الفهم والتطبيق والتكرار. ابدأ بفيديو شرح او درس بسيط من مصدر بتحبه، بعدها على طول حل عليه من الكتاب الخارجي اسئلة متدرجة، وبعد ساعات ارجع راجع نفس الدرس بسرعة. الطريقة دي اسمها التكرار المتباعد، وهي واحدة من اكتر الطرق العلمية فاعلية في تثبيت المعلومة، ومتبناه في جامعات كبيرة زي كامبريدج وستانفورد. مش محتاج تحرق نفسك في يوم، المهم انك ترجع للمعلومة اكتر من مرة في اوقات متباعدة، وده يخليها تترسخ في دماغك بشكل طبيعي. وقبل ما تنهي يومك اسأل نفسك سؤال بسيط: هل انا النهاردة اتقدمت؟ لو الاجابة حتى بخطوة صغيرة يبقى اليوم نجح. لو لا، راجع السبب وابدأ تصليحه من بكرة. الموضوع مش سباق شهرة، ومش مين شرحه احسن ولا مين عنده متابعين اكتر. الموضوع كله في النهاية نتيجة. مفيش طريق واحد يوصل، لكن في دايما طريق يناسبك انت اكتر من غيرك، وده اللي المفروض تدور عليه. مش مهم مين شرح لك، المهم انت فهمت ايه. مش مهم اسم المنصة او شكل الكتاب، المهم ايه اللي بيقربك فعلا من هدفك. ركز على التقدم اللي تقدر تقيسه خطوة بخطوة، ومع الوقت النتيجة هتتكلم لوحدها. وطبعا من المستجدات الجديدة اللي ظهرت في التعليم دلوقتي موضوع كروت الشحن التعليمية. كارت صغير عليه كود تفعيل، بمجرد ما تكتبه في موقع المنصة يفتح لك المحتوى الكامل للدروس اللي تخص المعلم او المادة. الفكرة هنا ان التعليم دخل مرحلة جديدة، بقى له سوق رقمي وله ادواته. الكتاب بيتباع في المكتبة والمنصة بتتباع في صورة كارت. نفس الفكرة لكن في شكل مختلف. الكارت ده في النهاية مش منتج، هو مفتاح للدخول، مفتاح لشرح وتمارين وخطة متكاملة تقدر تتابعها من بيتك. لكن خليك فاكر، الكارت مش هو التعليم، هو مجرد وسيلة توصلك للمعلومة. قيمته الحقيقية مش في الورقة اللي في ايدك، قيمته في اللي هتستفيده بعد ما تكتب الكود. يعني ببساطة الكارت بيفتح لك الباب، بس الشغل الحقيقي هيبدأ بعد ما تدخل. مش كل كارت منصة يبقى مضمون او مفيد، لكن الفكرة نفسها خطوة كويسة في التطوير، بتسهل الوصول للمحتوى بدل ما الطالب يدور على روابط ومواقع. يعني هي مرحلة من مراحل تطور التعليم. زي ما الكتاب كان البداية، الكارت بقى التطور الطبيعي، لكن الجوهر
جوهر واحد، الفهم والنتيجة. وعلى سيرة الكروت خلينا اقول لك حاجة مهمة جدا. في باكج انجليشاوي مثلا الكروت مش زي كروت الشحن اللي بتفتح لك المنصة وخلاص، دي كروت تعليمية معمولة عشان تعلمك تلعب وتتعلم في نفس الوقت. الكروت دي اسمها كوتشينة المقال، كل كارت فيها بيشرح خطوة من خطوات كتابة المقال. يعني بدل ما الطالب يقعد قدام الورقة مش عارف يبدأ منين، الكروت دي بترتب له التفكير، كارت للجملة الأولى، كارت للربط، كارت للخاتمة. لما يكمل اللعب بيكون خلص مقال كامل من غير ما يحس بالرهبة. هي فكرة ذكية جدا انك تتعلم مهارة كبيرة بس بطريقة بسيطة وخفيفة. يعني بدل ما التعليم يفضل حاجة تقيلة، بقى في أدوات زي دي بتخلي التعليم تجربة ممتعة وسهلة التطبيق. رأيك ايه في فكرة ان التعليم يبقى لعبة؟ تحب تشوف طرق زي دي في مواد تانية ولا شايفها ملهاش لازمة؟ شاركنا برأيك. نكمل مع باكج بطل الحكاية. انجليشاوي الشرح والتدريبات، تنسيق وطباعة احترافية، 212 صفحة. انجليشاوي سكيلز 2 لون، 56 صفحة. فاكر ولا ناسي كراسة التسميع؟ اكتب ولخص بنفسك، 48 صفحة. جزء للستوري 28 صفحة. واخيرا ستيكرز، تعليم بيتغير كل يوم لكن اللي يفضل ثابت دايما هو اللي عايز يتعلم بجد. طرق كتير والكروت والكتب والمنصات كلها ادوات، بس اللي يفرق بينهم هو النية والنتيجة. ويمكن اهم حاجة انك تكون فاهم انت ماشي ليه مش ماشي مع مين. وسؤال الحلقة ليك، لو قدامك تختار بين وسيلة ممتعة ونتيجة مضمونة هتختار ايه وليه؟ ولو وصلت لحد هنا يبقى انت مهتم، لان الجديد في عالم الكتاب والتعليم دايما هتلاقيه في مكان له بصمة. مكتبة اسلام. سلام.